السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه اخواتي وبناتي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. دلوقتي هنعمل مع بعض بقى السمبوسة بطريقة حلوة وسهلة قوي. هنعجنها مع بعض وهتطلع بالطريقة دي خفيفة وحلوة واحسن من الجاهزة كمان. ما شاء الله، هو نص كيلو دقيق هيعمل لك كمية حلوة قوي، اكتر واحسن من اللي بتشتريها من بره اللفة ب50 وب60 جنيه. فدلوقتي 10 جنيه بس نص كيلو دقيق هيعمل لنا كمية حلوة قوي. يلا بقى نبدأ نعملها مع بعض. معانا اهو نص كيلو دقيق وكوباية مية ومعلقتين بس زيت، هي دي مقاديرنا. انزل بقى بنص المية كده، نص كوباية المية ومعلقة زيت، ونسيب معلقة بس للآخر. هنعمل بقى بمعلقة كده، نجمع بس الدقيق مع المية بمعلقة كده، ونحط بقية المية. وبرضو نحتاجتي مية كمان ممكن حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه. نعجن بقى بايدينا عجنة كويسة كده، عايزينها عجينة طرية وناعمة مش بتلزق في الايد. تعجني ولو احتاجتي مية تحطي. انا احتاجت اهو، حطيت نص كوباية كمان. حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه وانت بتعجني هتعرفي انت محتاجة مية ولا لا. تعجني بقى كويس زي ما انت شايفة بالطريقة دي. انا عجنتها شوية كده حوالي 5 دقايق لحد ما بقت زي ما انت شايفين كده. احط بقى معلقة الزيت اللي فاضلة واعجن برضو كمان شوية. اعجني كويس عشان تبقى مريحة وانت بتفرديها. اعجنها بقى على الرخامة شوية كده، برضو دقيقتين 3 كده. اهي زي ما انت شايفة ما شاء الله العجينة اهي ما بقتش بتلزق. اهي طرية، مش ناشفة قوي ولا طرية قوي او مش لينة، يعني مظبوطة. كام بس دقيقة كده كمان وخلاص كده بقت تمام جاهزة معانا اهي زي ما انتم شايفين. حطها في الطبق بقى كده واسيبها ترتاح كده حوالي 10 دقايق كده. هي ارتاحت، تحطي صباعك كده وتضغطي ما ترجعش معاكي العجينة، تعرفي انها ارتاحت وبقت كويسة. هنقطعها بقى مع بعض. رش الدقيق على الرخامة ونلفها رول كده. اهو لفيها كويس قوي رول كده عشان تعرفي تقطعيها وتبقى سهلة معاكي. وبسكينة بقى وقطعي بقى ايه قطعة متوسطة كده، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، برضو وسط كده. النص كيلو طلع معايا 12 قطعة اهو. 12 قطعة بقى ناخد كل قطعة كده ونلفها كرات كده زي ما انت شايفة. ارش رشة دقيق على الرخامة كده وارصهم قدامي عشان هشتغل فيهم دلوقتي. تعمليهم كرات كده اهو زي ما انت شايفة كده، سهلة اهو بالطريقة دي. خليها كرات ناعمة كده ومظبوطة اهو زي ما انت شايفة كده. هعمل بقى كل الكمية بالطريقة دي اهي. خلصت كل الكمية 12 قطعة ما شاء الله. هبدأ بقى اشتغل فيهم اهو. معايا طبق فيه زيت وطبق فيه دقيق، وهنجيب الصينية دي اي صينية بتستخدميها في الفرن كده. هحطها على البوتاجاز على وشها، يعني النار تبقى في وش الصينية عشان هنشتغل على ظهر الصينية. هولع البوتاجاز وهدي عليها عشان عبال ما افرد اول واحدة تبقى هي جاهزة معانا وسخنة نسوي عليها على طول. هنشتغل كل 4 مع بعض، كل 4 قطع هنفردهم مع بعض. دي اول قطعة اهي. شوية دقيق كده على الرخامة وفردي بنشابة، اي نشابة عندك كده وفردي كويس. هو مش هياخد وقت عشان هو مرتاح وحلو يعني. هيتفرد معاكي بسهولة زي ما انت شايفة كده. ناخد تاني واحدة معانا برضو هنفردها بنفس الطريقة. انا بوريكي برضو خطوة بخطوة زي ما انا ماشية خطوة بخطوة. هوريكي اول واحدة كده خطوة بخطوة وبعدين اكمل الباقي بقى مع نفسي.
دي التالتة اهي، عملت 2 ودي التالتة، هنعمل 4 عشان هنشتغلهم مع بعض ونفردهم مع بعض. هتفرديها بكل سهولة زي ما انت شايفة كده بالنشاب، تفرد معاكي سهل اهي. الرابعة برضو معايا اهي، هفردها برضو بنفس الطريقة. خلاص كده اهو ما شاء الله، فردت 4 هم زي ما انتوا شايفين كده. ابدأ بقى اجيب الفرشة بتاعتي واحط لهم زيت من فوق كده، اغلفهم كلهم من فوق كده بالزيت ال4. غلفي كويس بالزيت علشان خاطر ما يلزقوش في بعض لما تيجي تفرديهم مع بعض، عشان احنا هنسويهم ال4 مع بعض زي ما انت شايفة كده. كلهم كده غلفيهم بالزيت. هنيجي بقى للدقيق، اول واحدة ترش عليها دقيق كده فوق الزيت، رش دقيق كويس كده فوق الزيت، وهات التانية عليها من الناحية اللي فيها الزيت وتقلبيها عليها زي ما انت شايفة كده قدامك بالطريقة دي، وبالفرشة. وتحطي برضو على الجنب ده زيت، غلفيه كويس كده بالزيت. وفوق الزيت برضو رش الدقيق. وناخد برضو التالتة اللي بعدها ونحط برضو الوش اللي فيه الزيت فوق الوش ده، ونفس الموضوع نكرره، ونحط برضو على وشها زيت بالفرشة كده. متستصعبيهاش، هي متهيألك هي بتاخد يعني وقت، بالعكس هي مبتاخدش وقت خالص. ناخد برضو الوش اللي عليه الزيت اهو نقلبه عليها كده. اخر طبقة دي بقى ما بنحط لهاش زيت ولا حاجة خالص، بس بيبقى عليها، هي بيبقى عليها دقيق. بنفرد بقى بالطريقة دي، نحط رشة زيت ونفردهم بقى ال4 مع بعض، وبالنشابة برضو نفردهم. الزيت اللي بينهم ده هيخليهم بعد ما يستووا يتفصلوا عن بعض سهل. ده هيوفر لك وقت ان انت تعملي واحدة بواحدة. الطريقة دي هتخليكي تعملي الكمية كلها 12 مثلا، تعملهم على 3 مرات بس، بدل ما تقعدي تفردي واحدة بواحدة وتسوي واحدة بواحدة. الطريقة دي هتسهل عليك. هنقلبهم بقى بعد ما فردناهم شوية، هتلاقي اللي تحت اصغر من اللي فوق. بتحاول بقى بصواب بايديكي كده، بتفردي بقى اللي هي الصغيرة دي تخليها قد التانية اهو. بتفرديهم كده هتلاقيهم صغيرين شوية من الفرد، بعد ما تقلبيهم بتخليها قد التانية اهي. تخلي المقاس واحد وتفردها، يتفردوا معاكي بسهولة قوي زي ما انت شايفة كده. انا برضو بوريكي اول واحدة دي خطوة بخطوة اهم، زي ما انت شايفة كده كلهم بقوا قد بعض اهو. افردهم برضو كام فردة كده يتفردوا معاكي بسهولة، والزيت بيخليهم يتفردوا بسهولة. خلاص كده الصينية بتاعتي اللي انا حطاها هي سخنت كويس، لازم تبقى سخنة. انزل بقى بالعجينة دي بتاعتنا دي عليها كده. مش هتاخد اصلا دقيقة على الجنب ده ودقيقة على الجنب التاني، مادام هي سخنة اهي. نقلبها بقى على الجنب التاني، ما خدتش حاجة، دقيقة هنا ودقيقة هنا كانت خلصت معاكي. ناخدها بقى على صينية كده وقماشة ونفصلهم من بعض وهي سخنة زي ما انت شايفاني كده. وهما سخنين ما تسيبهمش يبردوا، افصليهم هيتفصلوا معاكي بسهولة. نغطيهم بقى ونعمل اللي بعدهم. هعملهم بنفس الطريقة اللي انت شفتيها قبل في الاولانية اهي. خلصت تاني واحدة اهو، برضو هسويها زي ما انت شايفين بنفس الطريقة، دقيقة على الجنب ده ودقيقة على الجنب ده. لو الحروف ما طالتهاش النار هتلفيها برضو كده، تشديها وتلفي كام لفة كده، برضو مش هتاخد كام ثانية يعني. وعلى الجنب التاني وتبقى هتخلص معاكي على طول. خلصتها برضو اهي، برضو هي سخنة كده. اوريكم اهي، بصوا ما شاء الله بتتفرد سهلة جدا اهي. ادي الاولانية
وراها التانية بايديكي بالراحة كده وتشدي، هتتفرد معاكي، هتتفصل معاكي عن اختها اهو. الاربعة يتفصلوا عن بعض بسهولة خالص اهو. نغطيهم مع التانيين ونكمل بقى اخر واحدة واوريهم لكم هنعمل فيهم ايه اهو. ما شاء الله سهلة جدا وبسيطة وما تاخدش حاجة، وخطوة الاربعة مع بعض بيسهلوا عليك. انا خلصت الكمية اهي كلها، حطيتهم بقى رصيتهم على بعض كلهم كده على الرخامة، ونبدأ بقى نشيل الحروف الزيادة دي بسكينة حلوة كده، وتشيلي بقى اي حروف زيادة. ما ترميش الحروف دي، ممكن تنفعك لو بتعملي صينية رقاق او صينية جلاش، تحطيهم في النص مش هيترموا. برضو هنعمل الحروف التانية من الاربع جناب كده، تشيلي كل الحروف الزيادة عشان تبقى متساوية معاكي وتطلع معاكي زي السمبوسة الجاهزة بالظبط اهو. ما شاء الله بقى نقطعها شرايح كده زي الجاهزة، هتطلع ما شاء الله احسن من الجاهزة كمان، صدقيني بدون مبالغة احسن من الجاهزة اهي. هقطعها برضو شرايح كده زي الجاهزة اهم. 4 اهم. صدقيني النص كيلو دي هيطلع لك كمية احسن من لفة السمبوسة اللي احنا بنشتريها جاهزة اكتر اهو. ما شاء الله زي ما انت شايفين كده بكل سهولة، وبنص كيلو دقيق بقى معانا شوية سمبوسة زي العسل وزي الفل. لو هتخزني في الفريزر اعملي كمية كبيرة براحتك بقى، كيلو كيلو ونص زي ما انت عايزة اهو. ما شاء الله بصوا خفيفة وجميلة ازاي، بصوا ما شاء الله اهو. حطيتهم بقى هنا اهو عشان نحشيهم. لما سبت العجينة ترتاح شوية، ال10 دقايق اللي سبتهم ترتاح، كنت جهزت الحشوات بتاعتي دي عشان احشي قدامكم برضو واوريكم انا يعني نحشيها ونجرب السمبوسة مع بعض اهي. دي جبنة، اي نوع جبنة عندك، قطعت عليه فلفل وزيتون. وديت فراخ مفرومة برضو عملتها كده، عصقتها ببصل وفلفل زي تعصيقة الجلاش كده. ودي برضو بالجبنة بس جبنة قريش، للي مش حابب الجبنة اي جبنة يعني بحب القريش يعملها كده. نحشي بقى كام واحدة كده مع بعض اهو. بتعمليها زي القرطاس كده وتحطي الحشوة وتلفيها باللفة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. بصوا جميلة ازاي، ما تفرقوهاش عن الجاهزة ويمكن احسن كمان اهو. واحدة كمان نلفها مع بعض، بتلفيها اهي زي القرطاس كده وتحطي الحشوة جواها، وبعدين تقفليها بقى تبقى معاكي شكل الحجاب كده، او اعملي اللفة بقى اللي انت عايزاها حسب ما انت عايزة. صدقيني اللي كانوا عندي من السمبوسة دي، لو ما كنتش قلت لهم ان انا اللي عجناها ما كانوش هيعرفوا ان انا اللي عامله العجينه دي. كلوها وفكروها جاهزه، ما عرفوش غير اما انا قلت لهم. الكل هينبهر ان انت ازاي عملتيها في البيت. حبيت بس احشي بقى معاكم كام واحده دول، وقليت برضو دول عشان نشوفهم مع بعض وتشوفي شكلهم النهائي عامل ازاي. بص مقرمشه ازاي، حلوه قوي بجد، مش هتفرقيها عن الجاهزه لما تعمليها. بصي القرمشه بجد حلوه قوي قوي، جربيها بقى مش هتكلفك كتير، هي 10 جنيه دقيق وهتعملي الكمية اللي انت شايفاها دي. حابة تزودي وتكتري بقى اعملي كيلو، اعملي كيلو ونص لو هتخزني منها في الفريزر، وبراحتك بقى تسحبي منها زي ما انت عايزة. حلوة قوي جربيها، وما تنسينيش بقى في لايك حلو زيك كده. في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.